بكل إخلاص. أنا دافعت أن تكون لغتنا الأمازيغية التي هي لغة المغاربة أجمعين، وليس لأي شخص كيفما كان ومهما كان أن يدعي بأنه هو القيم علينا فيما يخص هويتنا الأمازيغية. لا يحق هذا لأي كان، ولا نحتاج لدروس من أحد كيف نحافظ على هويتنا الأمازيغية. لا نحتاج لدرس من أحد. وبالتالي تكلمت على أنه اللغات الأمازيغية بمختلف تمضوراتها هي رصيد للمغاربة أجمعين، وهي لغة وطنية. وهناك في العالم كله توجد لغات متعددة أو لهجات متعددة، ولكن لا يمنع هذا أن تكون لتلك الأمة لغة رسمية واحدة. هذا يمكن أن يطبق في الشرق وفي الغرب بين الأعداء والأصدقاء. في أمريكا هناك اللغة الإسبانية دارجة في جنوب أمريكا، ويمكن أن تدخل لأي محل على مستوى رقعة الولايات المتحدة الأمريكية، وهي من أعظم دول العالم اليوم، ولكنه لا توجد إلا لغة واحدة هي الأمريكية الإنجليزية، هي لغة الدولة الرسمية. في الجهة الأخرى فارس، إيران الآن لها ليس فقط إثنية لغوية وإثنيات عرقية وإثنيات دينية، على الأقل معترف بثلاث توجهات دينية في أرض فارس، وكثير من اللغات. ومع ذلك ليست هناك إلا لغة رسمية واحدة هي الفارسية. يجب أن نبتعد عن منطق التقوقع ومنطق التقسيم ومنطق خلق أزمة بدون أزمة. يجب أن نحترس من هذا، لأنه كما نشاهد الآن في العالم العربي والإسلامي بصفة عامة أن هناك محاولات للتفتيت، سواء على المستوى العرقي الإثني، على مستوى الديانة، على مستوى ديانة الإسلام الشيعة والسنة. المغرب لم يستطيع أحد ولم تستطيع كل هذه الجهات التي تفكر في التقسيم أن تلجأ إلينا إلا عن طريق هذا شلح وهذا عروبي وهذا أمازيغي وهذا عربي. هذا شيء يجب أن نتنبه له، ويجب أن نعتز بالأمازيغية كأمازيغ وبالعربية كعرب، ويجب أن تكون لنا لغة رسمية واحدة. وإنه من خلال تجربة سنتين التاريخ الآن يزكي ما قلته، ويزكي بأنه لا يصح